احنا على علاقة قريبة من اللاعبين. كان في ثقة باللاعبين لما كان اللاعبين يتحدثوا لوسائل الإعلام أو إلنا بشكل شخصي ويقولوا إحنا راح نوصل للنهائي، راح نجيب البطولة، كنا نستغرب. يعني أنت معقول عندك الثقة بنفسك، هاي الثقة وأنت عارف إنه أنت تلعب مع اليابان، مع كوريا، مع إيران، مع العراق، منتخبات كبيرة. فالثقة هاي كنا نخاف إنها إشي مبالغ به، ولكن للأمانة هم اللاعبين بأدائهم زادوا أطماعنا بالبطولة للأمانة، وتقديم صورة مثلى عن اللاعب الأردني. طريقة اللعب الأردني تغيرت، وعقلية اللاعب الأردني تغيرت مع عموته، اللي للأمانة كلنا انتقدناه، وأنا من الناس اللي انتقدناه قياسا على أداء في الفترة التحضيرية، ولكن ما قام به من تغيير لعقلية اللاعب الأردني. وإحنا من متى كنا نلعب 3-4-3 وبطريقة تستدرج كل الخصوم أنهم يلعبوا بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها، وبالتالي مباغتتهم بهجمات مرتدة. وأنا ما بدي أتحدث عن الجانب الفني، ولكن صرنا نشوف أداء جميل. يعني اليوم إحنا ما فزنا على كوريا بضربة حظ، بهدف، ببلنتي، بهدف عكسي، لا، بأداء ونتيجة. احنا نفوز اليوم حتى بالإحصائيات، قاعدين نفوز بكل المباريات اللي لعبناها. كنا طرف بها، كان رجل المباراة يكون منا من نصيب المنتخب الأردني. نحن أقوى خط هجوم في البطولة. فكل هاي الأمور خلتنا نشعر أنه هذا مش صدفة، مش أمر عبارة عن طفرة، لا، هو في جيل حقيقي تم استثماره، في مدرب أعد اللاعبين ذهنيا نفسيا، في جماهير تشجع بحرارة ومن قلب. كل هذا أدى أنه الأردن يذهب إلى لوسيل في المباراة النهائية. ما هي تحضيراتكم والجماهير القادمة أيضا إلى الدوحة، وتحضيرات موسى التعمري قال لكم ننتظركم بلوسيل؟ والله شوف، موسى التعمري من اللاعبين اللي نتمنى انه ياخذ حقه، هو ويزن عماد ومدافعين وجميع الابطال، ما بدنا نستثني اي حدا. تحضيراتنا على قدم وساق، تحضيرات كبيره. الشباب مو مقصرين، سواء جماهير المقيمين بقطر او الناس اللي راح تيجي من الاردن. نتمنى ان يكون التوفيق، انه يحالفنا التوفيق ونفوز بهاي البطوله. وسيرى الجماهير، ونشكر الجماهير العربية على وقفتهم جميعا، والكل راح يشوف جمهور أردني في لوسيل يضرب به المثل من ناحية التشجيع ومن ناحية الأشكال اللي راح نعملها، وبإذن الله نقدم صورة حضارية عن